شفت الحرمان قبل كده؟ ما شفتوش. اهو انا جاي النهارده اوريهولك. اهو ده بقى الحرمان بعينه، ويجي يقول لك بقى ايه يا عم انت ما بتعرفش تحتفل. يا, يا عم انت ما بتعرفش تحتفل، سيبني انا احتفل. احتفل انا بطريقتي. يا عم تحتفل بطريقتك، ما تحتفل يا عم، حد قال لك ما تحتفلش؟ بس انت لما تيجي تحتفل، معلش يعني هتحتفل قدام اكاديميه مش عارف تكسبها هنا، ورايح تكسبها هناك، وعامل الاحتفالات دي كلها، ورئيس النادي والليله دي كلها، وشيكابالا الاسطوره اللي ما لعبش اصلا. عايز بس اقول لك ان الماتشات اللي ما بيلعبهاش شيكابالا الزمالك بيكسب. الاسطوره بتاعك اللي ما بيلعبش الزمالك بيكسب. طيب خد الجديد بقى. انا بلعب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا وما احتفلتش ولا حاجه. انا عايز اقول لك هات لي لقطه كده بعد الماتش ان احنا بنحتفل وبنجري وشماريخ وليله وكلام من ده. مفيش. مش هتلاقي. الاحتفال بتاع كل جول بيدخل فقط لا غير. كل جول لعيبه الاهلي بتسجله بنحتفل. غير كده مفيش. بعد الماتش سلام عليكم، فكر في الماتش اللي بعده، فكر في البطوله اللي بعدها. مش هفكر في حاجه تاني. عارف ليه؟ عشان انا مش شبهك ولا انت شبهي. انت عمرك ما هتعرف توصل لي. انت عمرك ما هتعرف توصل لي، واستحاله توصل لي، ولا انا عايزك توصل لي. انا في حته وانت في حته تانية خالص. انا بلعب النهائي الخامس على التوالي في افريقيا، وانت صاعد كونفدراليه نصف نهائي، وبتلاعب فريق اكاديميه في المركز ال 14 في غانا، وبتكسبه بالعافيه، وعامل شماريخ وليله وقصه وروايه وحوارات وليله ليه؟ عشان ايه يعني؟ يا عم بقى انا مش عايز اقول لك ان انا في الطايره امبارح كسبان وكده، واخد دوري وكاس وسوبر وكاس افريقيا يا باشا مفيش يعني اي، هات لي اي حاجه. هاند بول، باسكت بول، فولي بول، كله حاطط عليك فيه. هات لي بطوله واحده انت خدتها السنه دي يا كحيان. لو محدش زملكاوي اتفرج على الفيديو ده ابعتهوله، اعمل له منشن وابعتهوله واحرق دمه. ما تنساش اللايك عشان الفيديو ينتشر، والقاكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.